جاهزة يا نور؟ يس. هنتكلم على ايه النهارده؟ والله في موضوع كده يعني بقى منتشر كتير جدا وطريقة فهمه بقت غلط. ايوه. ومقدر ناس كتير قوي. مقدر الرجالة. رجالة. ايوه ما انا عارف. لان هو المفهوم بتاعه غلط. ايه الموضوع؟ شوقتيني، ما اني عارفه بس شوقتيني. ايوه. المساواة. بقدر الستات. لا، ما احنا دلوقتي بقينا في 2024 فواخدين حقوقنا في حاجات كتير الحمد لله جدا. طب الحمد لله. الحمد لله. بس برضو مفهوم عند الرجالة بطريقة غلط لدرجة ان احنا ان عجبتني لدرجة ان احنا وعينيكي بتلف حوالين نفسك. ايوه هنفوزك الحلقات مع بعض بس. ايوه اتفضلي معايا. لدرجة ان احنا لقينا بقى يا لهوي، مش بقولك الاكل كتم على نفسي، مش قادرة اجمع. لدرجة ان احنا الرجالة ما بقوش يقوموا بدورهم كامل وبقوا يقولوا للستات ايه بقى كل حاجة 50-50. يعني دخلنا بقى في نقطة ايه البخل الفظيع. البخل الفظيع. طب انت كويس انك قلتي حاجة زي دي. اولا انت مسميها حقوق وانا بسميها امتيازات. واجبات واجبات ده اساسي. الفكرة ان احنا كرجالة عارفين واجباتنا. بس لا، مش انت كل بتقولي الرجالة مؤخرا دلوقتي. مش كل الرجالة دلوقتي. ما بحبش بقى. بص، ما هتقولي لي كل الرجالة، هقول لك كل الستات. خلينا ايه على ارض الواقع. أيوة، لا نحكم على الكل من خلال البعض. لا نحكم من خلال البعض، بس نحكم على الكل من خلال الاغلبية. اوكي تمام. حلو كده. تمام. لا عمر ما كان راجل زي الست. وربنا ما خلقناش كده. طب ما كانتليش ليه عشان اقعد احفظ؟ انا لسه قاريها دلوقتي على فكره. بتحسبوا غلط امبارح. انا قلت لك برافو من غير ما اقرا. الدنيا دلوقتي بيقول لك ايه. انت بتقولي احنا خدنا حقوقنا في حاجات كتير. انا شايف ان مش حكايه حقوق، انت خدتوا امتيازات. يعني هي الست من قديم الازل مالهاش حقوق؟ لا، بس انتوا خدتوا حاجه امتيازات اكتر وتشز احنا الرجاله ما خدناش. انما في الاول هقول لك ما انتوا تستحملوا بخله. انما على فكره كيان الراجل زي كيان الست. فاهمه ازاي؟ طب ما ايه احنا رأيك؟ محطوط علينا. ايه رأيك؟ ما تيجي النهارده نشوف مع ضيوف حلقتنا في برنامجنا رأيهم في الموضوع ده. الست زي الراجل ولا الراجل حاجه والست حاجه؟ تمام، تعال نشوف. يلا. ندى وبلال منورينا النهارده في دبل كابل. اعرفوا بنفسكم. ميرسي. أنا ندى سنجري. أيوة. انفيرمير انجكتريس اللي هي ممرضة مجازة مختصة بالكل شيء تجميلي طب تجميلي، مش بس تجميلي عادي يعني. اللي مجوزة 18 سنة. ميرسي. إلنا مجوزين أنا وبلال 18 سنة. ما شاء الله. بس كنا بنعرف بعضنا قبل تقريبا 2002، يعني 22 سنة. يعني تحديدا 26/11/2002 تقريبا. ما شاء الساعة الله. 11. وخلي بالك اول مره راجل يبقى واخد باله من التواريخ بالظبط بالساعه بالوقت. طبعا. سجل. لازم ضروري. هو مش مع اي حد برضه. ايوه. بلال، عرف عن نفسك. بلال عزب، انفيرمير كلينيسيان اورجانس، تلميذة بالسوان انفيرمير قبل ما اكون انفيرمير. ايوه. وهو كان احد الاسباب اني انغرمت فيها يعني. ماي جاد. مجوز انا وندى صرنا 18 سنة و6 ايام. الله. ايوه كنت بقى ظالمين الرجاله. لا وفي كم شهر زعلتوا مني. ظالمين الرجاله. معنا 3 أولاد الحمد لله. ربنا يخليه لكم. طيب احنا النهارده بنتكلم او نقطه الخلاف بيني وبين نور، هل الراجل زي الست والست زي راجل ولا الدنيا مختلفه؟ خليني اوجه لندى السؤال. ندى، انا شايف ان الراجل راجل والست ست في كل حاجه. انت رايك ايه في ده؟ في كل حاجة الراجل راجل والست ست بالظبط. أنا بنظري صراحة إنه في معادلات لازم المرأة تتعادل فيها مع الرجل. برافو. خاصة نحن عنا بالوطن الشرقي إذا بدنا نقول. صحيح نحن هلأ موجودين بكندا بس أيوة. ما في عنا أشخاص حتى كابلز يعني عم ينقلوا التقاليد والعادات والقوانين الشرقية معهم على كندا، حتى ما عم يطلعوا من هيدا الشيء. حلو ده. يا صح. بقى لا، أنا برأيي في مطارح لازم المرأة تتساوى فيها مع الرجل، بس في مطارح تاني لا، أنا بفضل إنه ضل الرجل رجل والمرأة مرأة. جود. عظيم. well said. لأنه بالنهاية الرجل هو عليه إنه يحتوي المرأة، وهون
تيحتوي المرأة. بهيدي الطريقة معناتها هو ما لازم يكون بنفس المعادلة، ولازم يحتويها تيمشوا سوا ويكونوا معادلين لبعض. أول نقطة اختلاف، ليه؟ أنا شايف إنه دور الست إنها تحتوي الراجل، ودور الراجل إن هو يحمي الست. الراجل هو غطاء وكيان المنظومة كلها، تمام؟ الست هي بتحتوي، لأن الاحتواء أساساً طاقة أنوثة. الست هي اللي بتبقى لا مش أم. مزبوط. لا بص هقول لك حاجه. The woman supposed to provide the man motivation, inspiration and love. The man supposed to provide the woman motivation, inspiration, love, responsibility. المسؤولية. هو مين بيتقدم الاثنين لازم يحتووا بعض، صح، يحبوا بعض ويدوا لبعض. كل واحد محتاجهم التاني. صح. احنا ازاي بنكمل بعض؟ سوري بس بدي اعلق على شغله. معلي قبل ما اعطي الميكرو لبلال. مين بيروح بيحكي مين بيروح بيحكي بياخذوا المبادره؟ مش الرجل؟ أكيد طبعا. يعني هو المفروض يكون هو يحتويها للمرأة، هو اللي لازم يتشرب المرأة أكتر. بعدين المرأة لما تلاقي هالسبورت وهالاحتواء بتدي. هي بتدي. هرجع لك لحتة الاحتواء دي تاني عشان فيها طب ما تخلي نقاشات بلال يقول كتير. رأيه. أنا عايز أسمع بلال. والله لك أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماماً. اتفضل. تعرف هلأ في مثلاً حسب مثل ما قالت الطبع الشرقي والطبع الغربي. لأنه صرنا هلأ بوقت، أنا مع المساواة أكيد، بس المرة صارت عم تاخد حقوقها من الطرف الشرقي وعم الطرف الغربي، وهيدي اثنين اوبوزيت سايد ما بتزبط. لأنه الطرف الشرقي فيه عندي كونديشنز لإله، والطرف الغربي مثلا بتعرفي هون ايكواليتي كله بين الاثنين، بينما الطرف الشرقي ريسبونسابيلتي كلها على الرجل. طيب ما هقول لك حاجه، لو الراجل ما بينفقش على المراه مش شرط يكون 100%، لان الستات دلوقتي بقت تشتغل 100%. فاحنا بنساعد مع الراجل اكراما من الست مش فرضا على الست. صح أكيد. ولا لا؟ صح. لكن لما يجي مثلا انت تفرض قوامتك على مراتك وانت ما بتصرفش عليها، هل she will going to follow you؟ هتسمع كلامك؟ أكيد. هتحس ان لا الراجل دوت مش مهما كان. عارف انت الست بتحس بتفضل طول حياتها زي الطفله، زي ما كانت متربيه مع باباها، بتحب تحس ان جوزها وقت الاعياد بيديها العيديه، بتبقى فرحانه بيها حتى لو if she بصي doesn't ندى need. الضحكه من هنا لهنا. ايه ده طبعا حتى لو هي مش محتاجاها، بس بتحس بتقدير من الراجل. ده ما بقاش يحصل دلوقتي بقى لك ايه، مظبوط. كل حاجه 50-50 في كل حاجه. يعني المايك ليكم. يعني لا حتى لو مش 50-50، بس انه مثل ما قلت قد ما تكبر الست قد ما توصل بتحس لمناصب، انها قد ما طفله. توصل لمناصب. خلينا نكون واقعيين، معلش. قد انا ما عايز الواقعيين. ايوه الله عليكي. قد ما تكبر الست وقد ما توصل لمناصب، لو صارت رئيسة جمهورية ورئيسة بلد وصار أيوة. عندها قوة شخصية هي بحاجة لرجل يحتويها بالنهاية. آخر النهار وكل هي حاجة. بحاجة لرجل بالنهاية كل أنثى. حاجه. أيوة جماعه صح. جميل. أيوة. هل الاحتواء انا يعني انتوا حصرتوه في الانفاق؟ انا لا، انا لا، لا، معاكم ان الراجل ينفق. لا. مش حصرناه في الانفاق. اكزامبل اكزامبل بس علشان- الاكزامبل لازم يبقى فلوس. لا بص، عشان كل المعايير اتغيرت دلوقتي. 100%. المعايير اتغيرت من اتجاه الطرفين. احنا هدفنا ان الطرفين يرجعوا زي الاول. ليه ده؟ احنا وصلنا للنقطه دي ليه؟ ان المساواه بقت الند بالند، ولا يعني بقول لك رفقا بالقوارير. صح. القاروره مش اللي هي بتشتم جوزها. لا القاروره مش لا. القاروره مش اللي هي قرار قصت على دماغي اساسا. لا دي مش قاروره، دي قله. لان القاروره يعني ست فيمينين بتحس بانوثتها مع الراجل 100%. اللي معاها. أكيد. أنوثة، إحساس، مشاعر. هيدي الست. يعني لو قد ما مثل هلا بتشوف اللايف كوتش على التيك توك وعلى هدول المرأة انت خد حقوقي، اذا ما ببلشوا عم بحرضوا المرأة ضد الرجل. لا انا ضد ده هذا غلط. الشيء، ده هيدا غلط. ضد هذا بالظبط. الشيء، اكيد حلو ضد ده، هذا حلو ده. الشيء. لا انا بدي المساواة مع الرجل، بدي يكون انا وجوزي مثل بعضنا. بيصرف معي بصرف معه، في معادلة، في اتفاق بهذا الشيء. بس مش انه صرت عم بتحس عم يعملوا ندوات وعم بشجعوا مثل كأنه المرأة صارت عدوة للرجل والرجل عدو للمرأة. بالظبط. لما عم نحكي competition. بالمساواة يعني احنا عمرنا ما شفناهم اعداء، لا. بالعكس صح. احنا دايما بنشوفهم بيكملوا بعض. بالظبط. يعني بنشوفهم دايما ايه الست بالنسبه لنا هي الحاجه سكر الحياه زي ما Yeah. بيقولوا. احلى حاجه في الدنيا، اوحش حاجه في الدنيا برضه، بس احلى حاجه في الدنيا اكتر. مزبوط. كرمال هيك
خلص. انت ما خدتيش بالك بيقولك اوحش حاجه في الدنيا ما خدتيش؟ ما كرمال هيك انا عم بقول كرمال هيك ما تقرب للنسوان، خليك بعيد، بالعكس ابعد عن الشر وغني له. بالعكس انا بالعكس. طب انا عايز اسمع رايك اكتر في موضوع ال مش هنمشيها، مش هنبقى حصرا الاحتواء، بس انا عايز اعرف الراجل زي الست. انت شايف الراجل زي الست في كل حاجه؟ لا هلا في قصص الراجل بيكون فيها شوي عنده ادفانتج على الست، ايوه. في قصص الست فيها ادفانتج على الراجل. كل واحد في دوره. كل واحد في دوره. يعني مثلا انا ما فيني العب دور الام، ده اكيد. وهي ما فيها تلعب دور الام، بس تلعب دور الام والاب، لانه الاب مش على طول موجود بالبيت. ده اكيد. بس مثلا مثل انا على طول بشغلي، بس كأم احيانا عندها ريسبونسابيلتي ام واب، فهون في ادفانتج علي. عرفت كيف؟ بينما انا من واجبي ساعتها لما يكون علي هالضغط وهالبريشر مثل ما تفضلت الاحتواء، يكون اخر النهار سبورت والموتيفيشن لها، لانه عم تعمل دورين. بس بنفس الوقت انا بيجي تعبان. ايوه ايوه دلعني اريد من يحتوي علي. بالظبط. يعني كمان انا ماني احتوي. طب حلو انا عايز اخدها منك انت شايف ان حلو، يعني هو بلال اتكلم ان الراجل يقدم الاحتواء ودوره وكلام من ده، which is انا معاك 100%، لان دايما ببقى شايف ان الراجل هو قائد العلاقه زي ما بيقولوا. مزبوط. بس الست دورها ايه بقى يا بلال؟ هي الشيف دوركاست، هي اللي بتقدر تعلي البيت بالبيت، خدت بالك؟ وهي اللي بتقدر تخلي حياتك جحيم. بالظبط. وعلى فكره انتوا فنانين يا ندى في الموضوع ده، الستات عموما، ولا عم تخبرني بنظره والله العظيم تقفل لك يومك. والله العظيم والله وقد اعترف انه شاهد من اهلي. يعني انا مثلا بس ارجع على البيت الصبح، تكون قاعده هي في كوين عندنا بالبيت تقعد فيها لوحده بالليل عم تشرب قهوه، اذا قاعده ورافعه وحامله القهوه هيك بونجور ندى، يا الله ليلتك سودة النار. في مثل بيقول النهار الابيض بيبان من اخره. بالظبط. اقفل يا ابن اليوم خلاص كده. اذا لقيتها عم تضحك بالنهار ولا عم يظلمني بس انتوا فنانات. لا انتوا فنانات في ده يعني. مش لا بعد اذنك، ما في رجاله نكديه فظيعه جدا. أيوة. مهما الست تبقى دلوعه وفرفوشه، اعوذ بالله اول ما يدخل من البيت ابو الغضب دخل، لدرجه الست تقول يا رب يروح الشغل. طب لحظه مبسوطه. شو بك الهقد مبسوطه؟ صاير معك شيء؟ اخذ شيء. انت بتضحكي على ايه؟ ليه مبسوطه هالقد؟ انت بتضحكي على ايه؟ عنا بدنا نبوسك. لا ندى والله العظيم الراجل يعني امنيه حياته ايه؟ يخش بيته يرتاح، لا اكتر ولا اقل. دخلنا البيت ارتحنا وارتاحت دماغنا. اوكي، اطلبوا ما تطلبوا بقى. ما هو يريح المرة تتريحه. والله 100 يا سيدي، بس ما يدخلش عليا بزعابيبه وانا ماليش ذنب. صح. امال فين احتوائك بقى يا ماما؟ هو انا تجي لي بزعابيبك وهرموناتك وانا احتويكي؟ ودلوقتي ادي بقى الراجل والست. ما هو لما من الاول يحتويها هي بتصير تاخذ المبادره لوحدها. صدقني في راجل من كلمه يقلب مود الست. وحشتيني. وفي ست من كلمه تقلب مود الراجل. بس لا والله في رجاله. لا والله انا مش من كلمه، انا من حرف. انا بس اذا فتت ورمشت خلص نهار. والله انت اكيد اليوم بدك تنام بالبيت. اكيد اليوم بدك تنام بالبيت. انا عم فجأة شفتيني على طول عم احنا بنتكلم كلام عام في المجمل يا ندى، في المجمل مش بس الست مش من كلمه، ده من والله لازم من بصه. يا خبر ابيض. بس لو ايه ده؟ ايه القمر ده النهارده يا بيبي؟ ليه في رجاله كتير جدا بيحسوا على فكره ان ده ضعف لما يهتم بمراته ويحبها ويتصل بيها كتير ويطمن عليها. بالعكس يا ابني، ده انت بتكسب قلبها وهتشوف بعد كده معاها كده. بالعكس، ده هو الراجل ده يعني احنا احساسنا بذكوريتنا لما بندلع الست. مش كل مش كده بقول لك يا مثلا، مش كل الرجاله كده فظيعه. في رجاله يعني استبداديين. لا انك تدلع الست ده في حد ذاته، وخاصه لو حس ان الست بتحبه طبعا، تلاقي ان هو بقى خدها از جرانتد فيطلع عينها بقى براحته، اللي هو ايه ما انا بعت لك الصبح يا بيبي مثلا بونجور وانا بعت لك قبل ما تنام تزعل. ايه ده بجد؟ وخاصه لو في ديستانس مثلا ما بينكم، يعني فاهم ازاي؟ فبرضه لا، الاحتواء يا جماعه، الاحتواء الست بتفضل ست مهما عملت نفسها، يعني الباور وومن، فاهمه انت ازاي؟ وعملت كل حاجه. 100%.
بس صح. سوري انا عندي تعليق في كلمه. لا ده انت لازم تتكلم. ايوه لازم تتكلم يا يعني ولاد. مثلا عم بحكي انا صعيد شخصي، اتفضل. اذا فتت انا مثلا لو كنت معصب، هلا انا اوقات تعرف بحكم شغلي بشتغل وقت كتير مع بيشنتس، فبيكون في علي لود. طبعا. اذا جيت مثلا ولقيت كلمه حلوه منها مثلا، انا مش الانسان دغري بروق ودغري بعصب، يا عرفتي؟ يعني بكلمه وحده بقدر انزل، بكلمه وحده انت بطلع. برج ايه يا ولاد؟ معظمنا كده. انا برج معظم- جدي. معظمنا كده والله العظيم. فانا بقول لك اذا بيجي مثلا اوقات هي بتكون معصبه عم تيكون كونسيدريشن، أكيد. فاذا بتحكيني كلمه حلوه خلص نهاري حلو صار. بس بينما انا مثلا اذا هي معصبه وجيت بدي احكيها كلام حلو، مش حتزبط من اول ستيب. حتى انت بقول لك حاجه، اقول لك حاجه. انا بحول لك تابلو هيك الصبح، تابلو بكتب لك عليه. الست صعب دغري ترضيها اذا كنت معصبه. لا مش كله والله. لا ده صعب. انا غلبانه قوي. لا صعب. لا بس انا غلبانه. استنى المايك وقع. لا انا زعلي وحش. لا إيه؟ تعالى واحد. زعلي وحش. لا يعني انا مش هو على هتيجي حسب بقى. مش ما هو هتيجي مش كل شو مش كل الستات ومش مش كل كل اللحم الرجالة. بتاكل عظمه. بس هقول لكم حاجه، دايما الستات الحته اللي انت بتقولها صح، ان بس لو استقبلتك بابتسامه. انا دايما مثلا اقول اللي انا مرتبط بيها، اقول لها مثلي عليا، مثلي حتى لو متضايقه، بس خدي لي الصدمه الاولانيه تمثيل. طب اللي ما تمثيل بتعرف حلو. تمثل بالحقيقه بتعرف تمثل قدام الشاشه، بس بالحقيقه ما بتعرف تمثل، شو بتعمل هيدا مثلا؟ ربنا يحمينا بقى. عشان هيك هي ريد انجل. ايه ريد انجل بالظبط بالظبط. هو الريد لا مش لحظه للانجل لحظه، بس. اصلا هو عم يحكي ما حرام، هو بيجي بكون انا بعدني واعيه من النوم بده ينام. آه. يعني انا بكون واو. بعدني بدي اشرب قهوتي، وانا ممنوع التكلم مع بص 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 قبل ما اشرب القهوه. كفي كفي عد بعد ساعة آه. بصير أنا بدي نام، لما رايح تركني. طب ما أنا شاغل 16 ساعة البطارية فضيت. اما انا بقالي ساعه قاعد متساب وربنا. تعال على جنب. لا وأنا بسأل سؤال بنطر بعد نص ساعة، شو سألت؟ لا يشتغل مفعول القهوة يلا. كون أنا خلص يعني بدي ثواني بصير على الشاحن يعني. بس خلي بالك من حاجه، ده برضو يعتبر نوع من انواع التكيف او العشره. ما هي العشره هي اللي خلاص بتبقوا متقبلين. لان دايما العلاقه بين الراجل والست هي عباره عن تقبل، مش عايز اقول عيوب، اختلافات بعض. طبعا طالما قادرين تتقبلوا اختلافات بعض، وقادرين ان الدنيا زي ما تقول يعني خلاص كل واحد عارف المفاتيح بتاعت التاني، خلاص الدنيا تمام. بس ما هي اخذناها بالوراثه كمان. ندى سهلة، منا شخص صعب يعني. ندى كتير سهلة، منا شخص صعب علي بالعكس. الحمد لله. بس مع انا خدت تطلع انت اللي صعبه في الاخر. لو وانا اللي صعب صراحة، بس لا بالعكس هي شخص كتير حنون وقلبه طيب وبتتحمل. يعني عندها سعة تحمل. طب خلص هلا عم تحكي اسراري يعني ونحن عم نكتب لشوي يعني. قطع ما تلاقيش، كل واحد شايف المونتاج. بس انت شايف اوقات لما بيكون في كاتاستروف او ديزاستر بلان في الريد بutton، بس دوس على الريد بutton بيون. بعمل لك فولكان. طيب مش هخبرك. بالعوده لموضوع المساواه، انت اثرتي نقطه حلوه جدا، اللي هي دلوقتي كل في حركه اسمها اللي هي الومن امباورمنت، تمكين الست. ماشي. هي المفروض ان يبان ان انا شايفها، وناقشوني في ده، ان انا شايفها هي حركه باطنها خبيث ظاهرها طيب. فيمينست يعني قصدك بالظبط. ان واللي الست دايما كل الرغي على الست، انت مش محتاجه راجل، انت سترونج اندبندنت، انت الفكره ان في ناس بتاخد ده وتطبقه حرفيا. ايوه ده غلط. بس بعد ما بتطبقه بتكتشف ان الدنيا مش كده. بمعنى يقول لك دايما اقول لك حاجه يا بلال، انت بتخاف من الست القويه؟ احنا كرجاله لا انا بالعكس بحسها سبورت. بالظبط. انا بقى يعني لو تشوفي راي بلال بيحسها سبورت، انا بحسها مش يعني مش مرغوبه اساسا. لا الست قوام. وات ذا مينينج ان الست تكون سترونج؟ هي ده المينينج بتاعها، ان هي يوم ما انت تكون مش موجود تقدر تشيل البيت. مظبوط. ان هي تكون الباك بوم بتاعك، ان هي فاهمه انت تكون داعم ليك نفسيا. لو انت عيان ومش قادر انك تشتغل تلاقي فيه ظهر وراك حد. باك اب يكون لما يكون ده واحد بالظبط in need. اللي نور قالته هو رايك انت اللي هو الصح، عشان شايفها سبورت. واللي انا قلته هو المين ستريم بتاع دلوقتي، هي الست القويه عند معظم الناس. وقولي لي يا ندى، انا بسالك في ده، واكيد انت بتشوفي بتعاملي مع ستات كتير. الست القويه من وجهه نظرهم هي اللي صوتها عالي، هي اللي بتشتم، هي اللي متسلطه، بترد الكلمه ب50، هي اللي بس مجرد انها مستقله ماديا، مش عايزه ولا راجل في حياتي غير اللي على مزاجي. مش ده بيحصل يا ندى؟
الماجوريتي في الاعظم فئه من العالم عم بتطبق هذا نسبتها الشيء، إيه؟ هو غلط. نسبتها ايه؟ ليه؟ لا نسبتها ايه؟ هلا انا بالنسبه ما في احكي بالنسبه، ما عندي صراحه معلومات، بس الأغلب. اللي عم بقول لك لانه اللايف كوتش هلا عم يدعموا النسوان بس بطريقه غلط. هي هيدي المفروض تكون دعم هيك ولا إنه أنت- تحريض؟ تحريض طبعا. صراحه قولي الكلمة صح. لانه في نسوان بعدها مدعوسه صراحه، في نسوان بعدها ما عندها حق انها تروح تشتغل، في نسوان بعدها حقيقي. كلمتها ما عم تنسمع بالبيت، دي ما صح. إلها حق صح تحكي. صح، في ناس كتير كده. بس للاسف العالم عم تاخد هيدا الشيء وعم بتطبقه بطريقه غلط. بالظبط. انت ايه فيك تستقلي عن الرجال، فيك تعيشي حياتك بلا رجال وتشتغلي وتاسسي حياتك، اوكي اذا انت هذا اختيارك انك تكوني بلا رجال ما تتجوزي، اوكي، بس انت مش مجبوره تعيشي تحت سقف واحد مع رجال، مدعوسه، ما عندك كرامه، ما فيك تحكي كلمه مع ولدك، ما فيك تشتغلي، لا هيدا اكيد لا مش مقبول. بس النسبه دي قليله قوي يا ندى. لا مش لا لا مش لا دلوقتي. لا. انا انصدمت لما عرفت كتير. قد ايه في، وخاصه هون بكندا. بتهزري. والله يا والله انا انصدمت، في ناس هون تقب راسها ممنوع تحكي، وما بتعرف شو بدها تعمل، وما بتعرف شو تحكي، وما بتعرف وين بدها تروح، لعند مين بدها تلتجئ. لا في كتير نسوان مدعوسه. نسبه وتناسب. بلال انت شايف النسبه الاكثر صدق. اللي هي المدعوسه لا نسبة ولا القليله القليله؟ جدا. لا هو هنا في كندا مش كتير قوي، بس مش موجود. كتير، لا موجود. انت عم بتشوف لانه يمكن بس من الانتوراج تبعنا، اللي عم بتشوف الانتوراج بس انه من الكومفورت زون تبعنا مين الاشخاص وكيف، بس اطلع برات الكومفورت زون وشوف العالم، وخاصه العرب، وحتى في كيبيكوا على فكره مش بس عرب. ايوه انا بتكلم عن بس راجل وست بخبرك- عموما مش بس أيوة. عرب. عرب. لا بس عم بقول لك بانه نحن بكندا مفكرين انه المراه الاجنبيه كمان أو بس في عندها حقوق اكثر يعني. في عندها حقوق أكيد. امتيازات، الكلمه دي امتيازات مش مثل ما حقوق. تفضلت، صح. لانه بكندا اذا سوري كانت في ضغط عليها او في عنف اسري، خلينا نحكي الكلمه، في عندها سبورت، في حدا بيدعمها. لا بس أكيد. في نسوان كتير بس اجانب في سميز امتياز للرجال. لها هون انه بتقدر تقول لا، بتقدر توقف على 20. ايه بس لما تكون في عندها المراه الشوا، بس هي الشوا بيرسونيل صار مش هيك، لانه المراه بعدنا عم نقول انه كلها انوثه وعاطفه، لما تكون هالمراه كمان عم تحب هالشخص وعم بتكون سميز تحته، عم بتكون صعب عليها تطلع منه. صار هيدا شوا اختيار. بطل فرض انا ما عليه. بقول اختيار، انا بقول هيدا بنج، بعمل لها بنج، بعمل لها تخدير، بعمل لها لانه بكلمه حلوه تنويم. وحده، شو هالشعرات الحلوين. بدك تضحك، بس انا ما فيك تقول لي النظرة. شو هالشعرات الحلوين. انت كده هتهزر ولا ايه؟ بس at the same time يا جماعة في برضو مقولة لطيفة جدا، يعني the weak man create masculine woman and the strong man create feminine woman. برضو الراجل ليه دور أنا معك. كبير جدا في ان هو يعني مثلا الرجالة اللي هي دلوقتي بقت ترمي كل المسؤولية على الست، تقول لها مش صح. انت بتطلبي من المساواة، شيلي بقى، انا بقى هشتغل بارت تايم، ما عنديش ان انا اصرف على البيت، ماليش دعوه بالولاد، ماليش دعوه باي حاجه. فعارف هنا انت بتعمل كرييت الماسكلين وومن، بقت الست مسترجله، طب انا محتاجاك لي في حياتي، 100%. فبقت معقده، اتعقدت. في ستات كتير ممكن تتعقد بعد علاقه زي دي، حتى لو انفصلت عنه تقول لك انا مش عاوزه راجل في حياتي. في راجل تاني بيقوي الست اللي معاه، وهنرجع لنفس النقطه، حتى لو هي بتصرف معاه بس بيحسسها بانوثتها. يا نور معلش بدون قطع كلامك، اتفضل. انت وصلتي لنفس النقطه اللي هي اصلها بيقول لها اصرفي، ماشي؟ لا انا بتكلم في اكزامبل. يعني اقول لك حاجه، رئيسه وزراء ملكه انجلترا، ملكه انجلترا، هل معنى كده عمر ما هيبقى جوزها اعلى منها؟ هل معنى كده فضلت متجوزه، يعني هل معنى كده انها شايفه جوزها اقل منها؟ الموضوع مش انا أيوة فين ملكة، أنت قلت ملكة. وانا ثروتي لا ايه. انت قلت ملكه، يبقى الراجل تريد هير از ا برنسس، ما هي دي بوينت. انا بتكلم في ان الراجل عنده غير حل. الراجل السترونج هو اللي بيدي للست كل اللي هي محتاجاه، مش شرط ماديا، انا بتكلمش في الماده فقط، انا بديك اكزامبل عن اللي احنا بنشوفه في الحياه اون جنرال، يعني لان احنا كلنا بنساعد في بيوتنا، يعني ده واجب علينا، سبيشالي لو جوزي مثلا عارفين ان انت مثلا مقدرتك كذا، فانا I will gonna support you. أنا مش هقول لك لا شيل انت كل حاجه وانا مش هشيل حاجه واكون انا باخد زيك. It's not fair. اكيد. بس انت شغله انه هيدا واجب علينا. لا ما انا بقولش ما بقول ده، انا في الاول قلت ايه، ده اكراما من الست، والراجل صح. بتلاقيه بيقدر ده، الراجل اللي بيفهم بجد بيقدر ده. انا عايز بقي بياكلني. لا ندى اللحظه حست بتهديد، قالت لك بص خلي بالك من البادي لانجوج،
انت كده يعني بتقولي انه واجب لا لحظة أيوة. لأنه المرأة كمان هلا يعني عم تشتغل لإلها كمان. أيوة. هيدا مش بس أكيد. عم تشتغل تساعد الرجل، اكيد عشان عم تثبت تشتغل. نفسها، أيوة مزبوط. نجاحي، وان انا ما هو عشان كده الراجل عندها support her. ايدنتيتي، عندها شخصية، عندها شغل بالمجتمع كمان. بس احنا بالنسبه لنا كرجاله، وخليك معايا، اثبات نفسها. انت تحب مش بتكلم عن انا كراجل عموما. أوكي. ماشي، الراجل يحب ان مراته ثابته نفسها، او يعني شريكه حياته ثابته نفسها اكتر في البيت ولا في شغلها؟ انت لما تثبتي نفسك في شغلك، اقصى حاجه انا بالنسبه لي كراجل استفدت ايه؟ انا اثبت نفسي في البيت اكتر، وزني. إيه ما تتجوز لك واحدة Balance. تشتغل، ايه ما تشتغل، ما تتجوز انا لك واحدة القصد تشتغل. لا انت الفكره ان بتقولي ان الست بتثبت نفسها لنفسها. ماشي. إيه. طب هو انا لما بشتغل عشان بثبت نفسي كراجل لنفسي، ولا عشان في ورايا عيله مسؤوله مني؟ لا لا مسؤوليات. بالظبط. فهل انت تفضل ان تبقى اكتر انها ثابته نفسها اكتر في بيتها؟ انت بتفكر يعني ايه، اجاوب صح ولا اشتري نفسي عشان لحظة بس اكسب انت الويكند؟ ليه بدك تجبر المرأة؟ انت هون هون بطل في مساواة. هون انا ضد المساواه قبل اي حاجه. أيوة. انا ضد المساواه ايه يا جماعة. لا لكن لا سوري يعني انا مش مع صح فيها المساواه، يعني. وده لا. اختلافي انا ونور. لا سوري يعني لا راجل زي ست ولا ست زي بدك راجل. تقعد انت تتجوزها، يعني انتم مشاركه، يعني انت بنفس المستوى، يعني انت بتشتغل، هي بحق لها تشتغل، مش ولا لانه انا ما بحب المرة تشتغل لا بدي لحظه اقعدها لحظه بالبيت. لا هو انا معاكي إيه. جميل جدا. انت طب شخص استنى، لا فعال، تعدل لها بقى. انت شخص فعال بالمجتمع، وهي كمان بحق لها تكون شخص فعال دور بالمجتمع. الست في المجتمع ايه؟ ايه تشتغل. انا إيه؟ انا مش ضد شغل الست. أوكي. بس الدور الاساسي إيه؟ انها تحقق ذاتها في بيتها، تلم شمل الاسره، ولا انها تخرج تثبت ذاتها لا، لا، لا لوحدها؟ فيها تعمل الاثنين، فيها تعمل الاثنين. الاتنين. بس الاكتر ايه؟ الاكثر هي بتقرر شو بدها. هي إيه ده على طبعاً. اساس ان احنا مش شركه. لا ما خص، هي هي بتقرر. كأم هي دور بتقرر شو كأم بدها. بالبيت، وأنت وربة فين؟ منزل، فدورها بهم بالبيت يكون موجود أكتر في البيت. في البيت. لحظه بس هيدا ما خبرك انت بنمنع وياه إنه شغله هو يساعدها. استني بس. خليني كفي بس. ايوه لا بالعكس بس هو اشتغل. هيدا ما بيخلي انه يساعدها تقدر توصل برا كمان. يعني ما فيك تحط لود 100% على المرأة بالبيت، يس يكون الرجل انه خلص شايل ايده من كل شيء مثل ما تفضلتي، وما تخليها تبين مرة. ليك مثلا انا كرجل ممكن اذا صرت وزير اكزامبل يكون شغله عادي لإلي، بس بالنسبه للمرأة هيدا انجاز، لانه منذ الازل المرأة لما توصل لما منصه تحس قياديه. انه انا عم بعمل، شوفوني انا وصلت. الرجل اخر همه لو صار امبراطور. هاي عادي- بغريزة عادي الرجل. الموضوع لا بالنسبة مش لنا. كده، لانه نحن ولدنا بمجتمع ذكوري. والله الأنثى نحن كل ما لأنه- كبرت كل ما بتحس انه انا عم بعمل شيء، الرجل لا عادي. ليها إيه، ولولادها إيه. ولجوزها على فكره. هو مش بثبت نفسي لنفسي، بس في نفس الوقت لما بشوف ان جوزي يعني فخور بيا وولادي فرحانين، مامي مثلا وصلت لقيت، دي في حد ذاتها بتخليني اشعر بالسعاده، لان طبعاً. انا اهم حاجه برضو عندي عيلتي. ومين قالك ان انا طبعاً. هبقى ضدك؟ بالعكس. أيوة، ما أيوة. هو انا لما شريكتي تنجح لا انا لا، هبقى في ضدها يا جماعه. رجالة لا ضدها. في ده أنا أبقى رجاله معقد. رجالة في ضدها. رجاله بتغار من النسوان بتغار حبيبي. جدا. في رجاله لا بتغار لا من لا النسوان. لا بس طب ماشي انا ممكن نعمل ما ستيتمنت بتغير صغيره على كده. حسب تعاملها مع الرجل. هي اللي ما خلص. بتخليها. ده اللي ما كنت خلص. هقوله. في- هو ما لا لا بتخليه نحن ما يغار. لا، عندنا صدقني في بالمجتمع، رجالة. نحن عندنا بالمجتمع العربي، لانه مثل ما كان عم بقول انه المراه بتنبسط، هي المراه ليش عم تنبسط؟ المراه عم تنبسط لانه نحن مجتمع ذكوري منذ الازل، والمراه بدهم اياها تضل هي على جنب على جنب على جنب. ذكوري. طبعا قوليها كمان طبعاً. مره معلش عشان محتاج اسمعها. ذكوري آه. هيدي بالفصحى. ذكوري. طبعا احنا من بدء الخليقه ادم اتخلق عين عليك. ايه والست اتخلقت من ضلعه. إيه. الراجل معايا في كل عشان كلمه. يغطي عليها، يحتويها. عشان يعني بالظبط. الرجل طلع وده هو أعوج من لو ضلعه. عمل كده. فهو بالظبط هي يعني انتوا اللي مخلوقين مننا، مش احنا اللي مخلوقين منكم. ايوه شفت الضلعي بالظبط ما احلاها. بالظبط. تمام. فاللي حاصل وظيفة الست انها تريح الراجل، تحلي حياته، لان الراجل حياته اوريدي صعبة. At the same احنا moment بنشقى بنتعب بنتخانق. والست انت بتشرب بن- وتتعب. بن- عم تحكي هيدا الشيء بايام يمكن ستي وجدي، لما كانت المرأة بس بالبيت والرجل وحده يروح يفلح وينكش ويرعى وما بعرف شو. لا دي الغريزة. مش بهلا بالزمن تبعنا. طب هلأ. انا هقول لك حاجة بالزمن تبعنا، واحضرني إيه؟ يا بلال واحضرني يا نور. اوكي تمام. اوكي لا قدر الله
انت او الست عموما، الست ومعاها طفل، اوكي سواء ابنها او اي طفل عادي او مجموعه اطفال، اوكي والست دي في حصل مشكله، حصل كارثه ولا حاجه، في لحظه الست دي بتبقى مسؤوله عن مين؟ مسؤولة عن الأطفال. مسؤوله عن الاطفال. هل الاطفال مسؤولين عن الست؟ لا. لا طيب فالست أكيد. على طول ماشي في نفس الموقف، ضيف راجل للمعادله. الراجل اللي الست مسؤول عننا هتحس كلنا. انها مسؤوله من مين؟ يا من حبيبي الراجل. في ستات من الراجل. ب 100 من راجل. لا لحظه في لحظه، ستات ب في 100 نفس راجل. الموقف ما مش بتبقيش سيلكتيف، في نفس الموقف الست هتحس انها مسؤوله من مين؟ وفي رجالة بتجري. متجوزة من الراجل. من حتى جوزها، لو جوزها، لو راجل معدي في الشارع بقول في كارثه مثلا. لانه هو معروف انه عنده قوه جسديه اكثر من المراه، بس هيك حالات. وحكمه. لا وفي عقل. اهو عقل مدبر. العاطفه حكمة. عند الانثى بتغلب اكثر من العقل، الرجل عقله بيحكم اكثر من قلبه. دي عم حقيقة. بحكي اون انتوا غير جنرال. مستقرات عاطفيا، معروفه، غير يعني مظبوط، مشاعر يعني غير انا ممكن ثابته. اكرهك هلا بثواني اقلب عليك واكرهك بصراحه. بالظبط. يبقى صح، يبقى هي دي الغريزه. ما تقوليش بقى احنا دلوقتي هي الغريزه هي ان مجرد وجود راجل في المعادله الست دايركت. والراجل بقى، هل الراجل بيسال نفسه هو انا هبقى مسؤول من الست والاطفال؟ هو على طول عارف طريقه وعارف يا اتجاهه. بندق، بس هلا الست وصلت لمرحله عم تتعلم، عم تقرا، عم تتثقف، يعني حتى عاطفيا عم بتصير صلبه اكثر من ما هي معروفه انه هي وده غلط. رقيقه. بس لا باخر لا مش الليل غلط. لا على لا، فكرة مش غلط. كلهم بيتعلموا غلط. من أيام لا، مش الفراعنة غلط. يا رأيك إيه؟ جماعة. بالاخر رح تكون كثير فراجيل، لانه المراه بطبعها الله خلق الرجل، انت حضرتك قلتيها، اقوى جسديا طبعاً. قدره التحمل اكثر، وأثبت انفعالياً. المراه مزبوط تتحمل باخر الليل والله لا كلها بتحمله ستريس. انا. لحتلاقيها عم تحصر بقلبها بالنهاية ماشي يا ست، حتوصل حملت لموت ما الاسيه، احنا حتتحمل. بنتكلم في العموم. لا انا عم نحكي انه نحن عم نطلع النسوان بلبنان قد ايه بيتحملوا اشياء وحروب وما حروب وعلى اساس ان الرجاله ايه في المارينا مثلا بيشربوا الشاب نو بس انه هلا الست تغير العصر، بطلت بقى بس ما هالست تغيرت للأسف، نعنوعة أحسن. ما تغيرت والهيدا للأحسن. لا. انا قلت لك اهو موقف دلوقتي، صار في موقف. قوه، ها صار بطل في سترونج. يا عم احنا قاعدين اهو، الاستوديو ده ولع بينا دلوقتي، في لحظه مين هيبقى مطلوب منه يتصرف ويلاقي مخرج أكيد ويحمي أكيد انتوا. بدك هو بده يحملني وانت بتحمل نور وتجري. ويتصرف. أكيد. يبقى بالظبط، يبقى دي الغريزه، دي الغريزه بس ده اللي نحن بتكلم تعلمنا انه فيه. في الاكزت. مش اتعلمنا الغريزه، رح نركض سوا يعني. الغريزه هي دي. ده هروب، ده هروب. لا مش لان منطق دايما عارفه، دايما هتعرف الستات بايه يا بلال؟ بيقول لك دايما الست حجتها ضعيفه، الهروب. فلما تتزنق تبدا تشتت او لا، لا، تنسحب، لا، انما لا. الراجل ما ينسحبش. نوع. على طول. مفتاح لا، لا، العلاقه لا. الزوجيه بالظبط، المنيحه بالظبط. المراه لسبب. الاثنين لا، الاتنين سوا. صدقني. الاثنين ما عم سوا. تعطيني مجال احكي. الاثنين فيني سوا. فيني احكي حبيبي، بعدنا عم نحكي عن المساواة، مش عم بتخليني احكي. خليني احكي تفضل حياتي تفضل. لسبب، نحن مثل ما تفضلت وصلنا لزمان المرأة قوية. متفقين؟ عظيم. متفقين. لما تكون الزواج ناجح بإيد المرأة ماشي بالعلاقة، لما يفشل عندها قرار انها تفل. بالظبط. يعني بعده القرار بإيد المرأة، تكون زواج ناجح تكفي فيه، زواج فاشل تتركه. بالظبط. فمشان هيك هي المرأة الأساس، لأنه الرجل إذا المرأة مش موفرته الأمبيانس المضبوط بالبيت ما حيقدر يعمل زواج ناجح أو فاشل لوحده. بينما المرأة هيدا اللي ما فيها مساواة، بس المرأة أقوى من الرجل فيها، هي قادرة تمشي البيت أو تمشي الزواج ناجح أو فاشل. طب لو هي لا. وفرت له الامبيانس ده وهو فضل شخصية فظيعة وثقيلة صار ومطلع القرار- عينها. القرار بإيدها أنها بالظبط. تفل. ما نحن احنا عم بنتكلم نقول في ده. نرجع هي القرار ساعتها ما مجبورة تضل انما بتفل. هنعمل احتمالات مش هنخلص، يعني مثلا زي ما اقول لك الندى بتتكلم، اصل لا هي في ستات لسه مقهوره، بس نسبه وتناسب. احنا بنتكلم الاغلب، الماجوريتي الاغلب هو اللي بيتقاس عليه، بتقاس الحاجه على الاغلبيه. تمام. فدلوقتي اللي انت بتقوله صح، ان احنا الموضوع اللي انت بتقولي الست ما بقتش فراجايل او لا. ضعيفه او هشه، ده غلط. احنا كرجاله اي راجل في الدنيا تقولي له قوه الست في ايه عندك، تقولي المرأة قويه، احنا عندنا اي راجل قوه الست في ضعفها. وكل ما الست ضعيفه مش بتمثل انها ضعيفه عشان بنفقسها. ضعيفه، احنا كرجاله يا خبر ابيض، لان احنا عندنا الغريزه بتاعه توفير الحمايه والكيرنج بحد تاني، هي غريزه اصيله جوانا. ولا ايه يا بلال؟ مظبوط. اشتغل معايا. أنا معك. اشتغل. بس أنا قلت اللي عندي وهلا بسكت شوي مشان المساواة. لا بصوا، من الاخر زي ما هنرجع لنفس النقطه يا جماعه، الراجل والست ما ينفعوش يكونوا زي بعض، لان في حاجات لا الست هتقدر تقوم بيها وفي حاجات الراجل ما يقدرش يقوم بيها، فما ينفعش. فاحنا
بنكمل بعض. في ادفانتج، في قصص، في يا الراجل بنكمل advantage بعض. والست انت advantage. يا هي دي. ندى مش عاجبها الكلام والشهق باين في الكاميرا والله. طب قول يا ندى، ما احنا بنتناقش. لا انا بقول العلاقه الزوجيه بدها تكون من الاثنين. علاقة الراجل والست زوجية، بدها تكون رفقة، لازم. شو ما كان اي شو ما كان. علاقة في ما الشغل ما يعني. في لحظه، هو قال انه العلاقه والبيت من المراه، انه هي بتقرر يا بتفل هي، لانه هي عندها الجرأه اكثر بمطارح المراه، عندها الجرأه اكثر انه هي تاخذ القرار. تمام. بس احنا بس- بزمن اثنيناتهم جريئين. لا بس لو هو باقي هيعمل لانه efforts المراه ده. المزبوط، بس هو العلاقه الاثنين لازم يعملوا ايفورت، الاثنين لازم يشتغلوا عليها، مش المراه بدها تشتغل عليها وحده ولا الرجال برافو يشتغل عليها عليك. وحده. حلو. المركب على فكره ما بتقدفش في ناحيه ايوه واحدة. دي مروحة، أيوة. دي مش مقداف، دي بس مروحة. المرأة اللي عندها الجرأة أكتر إنه هي توقف وتاخد قرار، حتى المرأة الضعيفة اللي عم بكسر فيها الرجل ويكسر هو اللي حكينا عنهم، رح يجي نهار وتقدر توقف بوجه الرجل وتقول له ستوب. طيب لو العكس، شو لو بالعكس؟ لو العكس يعني لو العكس أكيد له حق الرجال كمان يوقف ويطلب إنه أنا بس بدي الراجل هقول لك حاجة بقى، هقول لك حاجة وصحح لي يا بلال لو أنا غلط. انتوا عندكم ميزة اللي هي لو في أطفال انتوا ضامنين انكم ماشيين بأطفالكم. احنا الراجل عارف ان قرار زي ده اول كلمة باي باي عيلتي، باي باي عيالي. ليش حبيبي صح؟ خدهم لا، الله لا. معك. هيك ايه، انا في صديق لإلي صار في عنده حالة يعني انفصال، فصار في مثل اهمال بحق الاطفال من جهة الزوجة طبعا. هيدا غلط. يعني، وصارت مثل عم تستعملهم كأداة لا تأذي. لا كل كده هيدا لا هيدا فإيه؟ غلط. لا هيدا كل غلط. مين كل مين يعني الآن عم بتكلم على الغالبية يا نور، ايه، معروفة حتى في مجتمعاتنا العربية صار في معروفة. أسوأ. ما بس هي الفكرة ان لا، قصدي قرار الإهمال. قرار الترك نفسه مش بعد. إيه. قرار إيه. الترك نفسه الراجل بيبقى حاسب له 1000 حساب، مزبوط. لان الراجل على عكس الست. الراجل يا جماعه، الراجل كل حاجه عنده انه بيستثمر، فهو حاسس ان انا استثمرت في العلاقه دي من بدايه الجواز. حبيبي مش كل الرجاله. طبعا الماجوريتي يا نور، طبعاً. الاغلب. لا، لا، فانا لا. حاسس ان انا يا بابا مش استثمرت. كل الرجالة. اشوف خلاجات يا لا ناس. لا بص يا بوندو، نو، مش نو. كل الرجاله. في رجاله ممكن تستغنى عن عيالها في يوم وليله وتمشي وتسيب اسمه ايه، الجمل بما حمل. وفي He doesn't رجاله care. وفي رجاله مثل ما قال بلال بناحروا، بصيروا بدهم يناحروا بالاولاد وهن ما بدهم اياهم ولا بده يهتموا فيهم، بس يضغطوا على المراه. بص يعني جابت نموذجين رجاله سيئين. لحظه لا وكأن لحظة. الرجالة دي إيه؟ لا، بس إبليس ما هو بذاته. هو يعني غلط. الستات إن كان هي اللي المرأة- شريرة؟ ايه؟ الستات هي اللي احنا شريره. بنتكلم ان بصراحة الاغلب الحالات الاغلب دلوقتي ايه؟ لا، لا. الاغلب. لا، لا. خلينا نحكي هلا، خلينا نحكي مظبوط. هو اصلا لما بده يصير الانفصال المفروض الاثنين يكونوا ناضجين واعيين بحق إن ما الأولاد. يدخلوش ولادهم يعني في النص. الأولاد ما لهم دخل. بس يعني. ده احنا مش بنتكلم على الانفصال، احنا بنتكلم على القرار ليه سهل على الست ومش سهل على الراجل. انت بتقولي الست لما بتقرر ايوه، لا، لان مش سهل. الراجل الموضوع لحظة، بالنسبه له مش لحظة. سهل يا لا، جماعه. اسمعني، أنا بفكر اسمعني. نرجع بعاطفتها، الرجل بيفكر بعقله. نو، نو، نو. عقله بس عارف فاهمة. التبعات عامله ازاي. هي لما تفكر خلص انا ما بقى بدي اياه، إيه، انا ما لحظة. بقى حبه، بس ما بقى المرة- مرتاح معه. مشاعر لحظيه وقتيه. لا بالظبط. مش مزبوط. لا. المرأة توصل لمرحلة إنها توقف وتاخد القرار، هذا ما بكون هيك خلاص على شي فدا، عافية. شي فدا. أيوة، ما بكون في هيك وصلت للنهاية. ليلة وضحاها أخذت Yeah. هذا القرار. نو بس هيدي دايماً- بتكون هيدا يعني بس تيجي تنطق بالقرار المرأة، هيدا بكون يعني هو له أبعاده من قبل تآخر شي وصلت لهالمرحلة قالت خلص فدا. بس دي حاجه برضو يعني نبهتني الكلمه تانية، يعني. ان هيفضل ان احسن حاجه احنا ليه نسيب الحاجه لما توصل لكده. ما بنتكلم يا جماعه، ايوه نتكلم مع وان يبقى بعض. الراجل عنده سعه صدر انه يسمع، والست مش عندها مهم. برافو سعه عليك. صدر لحظة، انها لحظة تسمع مهمة مش جدا. تتعصب. مش مهم انك تحكي، مهم يكون في مين يصغي مش يسمع. يصغي. ايه في فرق بين يصغي ويسمع. يصغي ماشي، يصغي مش يسمع. سلك لي ودنك كده. ايوه فتحت لك كويس. اصغر من اصغاء يعني. طب نرجع تاني طبعاً. لموضوع المساواة. مم. اوكي، انتوا دلوقتي بلال وندى كل واحد فيهم قال رأيه على موضوع المساواة. انت رأيك يا بوندو؟ انت اصلا يعني انا رايي من اول الحلقه، الراجل راجل والست ست. عمر الست ما هتبقى زي الراجل. ربنا خلق الراجل لحاجات والست لحاجات. زي الراجل ما يعرفش ياخد باله من البيت او يحمل او يرعى عيال. الست ليه في الرجاله مش انا بقول الاصل بقى يا دي النيله. لا، هو من الاخر كلما زاد التكليف زاد التشريف. كل ما الراجل اتكلف بحاجات اكتر كل ما عالي درجته. الرانكينج بتاعه القيمه Yeah. بتاعتنا اعلى، فاحنا عشان كده وبرضه القيمه بتاعتنا اعلى يا هتفضل بنات. الست بصراحه. يعني انا مثلا
يعني ما ينفعش مساواة في حتة مثلا أنا وجوزي بره والعجلة العربية فرقعت وأنا أنزل أغيرها. لا يا سلامتي برنسس كده قاعدة بتشربي العصير بتاعك وهو بيغير. وبالعكس وانا بغير العجله ببقى مبسوط. احساسي برجولتي جاي من اني مريحها. اوكي مظبوط. اكيد انا معك بهالحاله. يعني انت مبسوطه وانا مبسوط، خلي بالك. ده حد لحظه، انا شو قلت لك معروف انه الرجل بقوه جسده. يا لا دي مش حقيقة. على طول يعني بقوة تخيل الجسد، رح اصلا لا. انا وجوزي مثلا انا لابسه سواريه مظبطه حالي وتالون وكل شيء وينفخت مثل ما قالت الدولاب، انا بدي انزل ظبط الدولاب هو يقعد يعني شو حلو يعني. لحظة، وين لحظة، النخوة؟ لحظة، لحظة. وين النخوه؟ النخوه دلوقتي افتكرت. أيوة. طب يبقى ده اللي قلناه، الراجل مش زي الست. أيوة، ما بعكس هي- الراجل هيكون مبسوط تماما لو هو برضو نازل ولابس بدله شيك وكل حاجه، بس انه ما اضطركيش انك تنزلي تتعبي. يا جماعه افهموا دي. لا ما هو لا، لو لحظة، الراجل لحظة، خلاني لحظة. انا اعمل كده يبقى هو لازمته في حياتي اصلا يا لحظه جماعه. لحظه في قصص يبقى خلاص يبقى الراجل مش زي الست. ما احنا اهو ما انا لسه لا قايله. بس يعني بس برضو بقلب مش ما في البيت. مساواة. لحظه إيه؟ لحظه ما في مساواة. ما في مساواه. ايوه ما لا بس ندى قالت في معك. الاول ايه؟ ندى قالت في الاول ايه؟ ان في بعض الحاجات هيكون فيها مساواه وفي بعض الحاجات لازم الست تكون ست والراجل يكون راجل. طبعا انا هيدا قلت فواضحه. احنا طبعاً. مش برضه على مع فكرة المساواه 100%. احنا متفقين مع ده، طبعا وده اللي بنقوله. بس شوفي طبعاً. الحاجات ايه، الست تفضل ست والراجل تبقى راجل. ما الراجل راجل والست ست، ده اللي يعني بنقوله. بقلب البيت لان ربنا بيناتهم خلقنا بعضهم. كده. اداره البيت، معلش، دايما اداره البيت بتاعت الست بتاعت الست. اجباري. اداره البيت. لحظه طب مين قال انه انا مجبوره مثلا انا اطبخ او انا اجلي لوحدي والراجل ما على يعمل فكره ده كده؟ اكراما منك برضه. لحظه طبعاً إكراما. واللي انت بتطبخيه ده جاي منين يا ماما؟ شو جاي منين؟ يعني اللي انت حاجات اللي انت بتطبخيها دي ما خص، ممكن يكون انا جايبتها ممكن يكون هو حلو. جايبها. بالحله اللي بتطبخي فيها جايه منين؟ ممكن تكون هي اللي جايبة. كمان أنا جايبتها. بالبوتاجاز اللي بتطبخي فيه، بالبيت اللي انت قاعده فيه بتطبخي. ما ممكن نكون 50-50. بصي ممكن كميه ممكن بقى. لا ما نحن عم نحكي بالاجمال. لا بس انه اخذي مين اجازه قال؟ وقعدي شهرين بالبيت مش عم تشتغلي. اجازه حمل. اسمعني. بتقعدوا سنه لا، في البيت. عم نحكي جد هلا. مين قال إنه- مش عشان ابنك. لا انه مين قال انه المرأة بس هي المفروض انه هي مثلا تطبخ او هي المفروض تجلي؟ لا في رجاله بتساعد. ومين قال بصراحة. لا، في لحظه رجال لحظه بساعدنا. ومين لحظة قال يا ان جماعة، الراجل نو. هو اللي مجبور لو الكاوتشه لا. فرقعت ان هو ينزل ما هيدا- يغيرها؟ لا. ومين قال ان الراجل لا. لو الاستوديو ولع بينا دلوقتي ان الرجاله هي اللي تاخد بالها منكم مين اللي عشان قال؟ القوه بالك. البدنيه. ما حدا بموت بده مع يصير في صعوبة. تفاهم، بده يصير في مظبوط. تفاهم واتفاق. انتوا عايزين مش حقوق، انتوا عايزين امتيازات اكتر. مش غلط بحق لنا. يا وقت طب ما احنا ما ولا يحبناش عم ليه؟ مع الوقت اذا بدك عم تسميها بتزيد. بدك تسميها مثل ما بدك تسميها. طب انا هقول لك حاجه، امتيازات، هسالك حقوق، حاجه يا اللي ندى، بدك هسالك إياه. حاجه. هل الست بتكره ضعفها قدام الراجل؟ علما بان قلنا من ان اتجاه ضعف إيه؟ الست أنهي ضعف؟ بالنسبه لنا ميزه. انهي ضعف بدك انهي تروح ضعف. حسب اي ضعف. لا خضوعها. انا يعني الضعف ولا الخضوع؟ يعني ايه خضوع شو؟ خضوع؟ اللي هي انت شوف انت تحفزوا لي الاثنين ازاي؟ تحفزوا لي الاثنين ازاي؟ خضوع شو؟ خضوع الست اللي هي ان ايوه مسلمه له الدفه. هو اللي لا، صاحب لا. القرار، هو اللي لا بيتكلم. ما هو بنتناقش. لا ما عم نحكي نحن مع المساواة، القرارات تتخذ من الطرفين. الاثنين. طب لو احنا بالتوافق. الاثنين مختلفين، الراجل والست، القرار مين اللي بنشوف يمشي؟ انهي الافضل. طبعا بناء على القرار رأي مين؟ الأفضل. ما انا وانت مختلفين. بدك طرف ثالث. اسمعني بدك طرف ثالث. انا في حاجه بصديق. تانية. استعين بصديق. ان قرار الراجل يمشي وهو اللي مسؤول عن قراره. هو لا إذا مشي حسب ما هو- اسمعني حسب بشو شفت المساواة بقى؟ حسيت ما بيها. حسب بشو القرار. اذا القرار بيتعلق بالولاد بالولاد اكيد. اوكي، المرأة على طول عندها بعد نظر. هيدي انت تنتبه لها شوي. المرأة على طول عندها بعد نظر اكثر من الراجل. بقى المرأة لما تقول تاخد قرار بهذا الشيء بخصوص ولادها، لا على اساس خبرتها في الامومه. طبعا اكيد مش عم بحكي يبقى انا الراجل في الامور الحياتيه هيبقى عنده بعد نظر اكتر. انا باخد من كلامك اهو No. على اساس No. خبرته في حتى الحياه. بالحياة المرأة عندها بعد نظر، وهيدي مثبوتة علميا. ده نظريه عامله زي نظريه لسه مخترعاها مثبوتة دلوقتي. علمياً. مثبوته علميا. إنه المرأة عندها بعد نظر وبتفكر لبعيد أكتر من الراجل. إيه مش كله برضه. لا في رجاله بتكون بس النسبة الأعلى عم نحكي عن بس النسبة في الأعلى في ستات ما والماجوريتي. بتعرفش تاخد القرار مش صح. موافق أنا على الفكرة. طبعا في ستات بتودينا طبعاً. البحر وترجعنا عطشانين، وفي رجاله توديك البحر وترجعك 100% في عطشانه. ستات ما بتعرف تعمل شيء على أصلا حسب بلا الشخص. جوزها. مش على عم في حسب بقول ستات بالرجال. بتدعي انها قادره وهي في الاخر لو عدت قطه من جنبها تعيط. 100%. طب انا عايز اسمع راي بلال عشان الراجل ساكت بقاله فتره. يلا احكي يا بلال. فيني أحكي؟ طبعا ولا حياتي انت الكل في أهم شيء المساواة بالحكي. سيد. ايوه دلوقتي يا اسمها ايه كانت مرات أنا حتى السيد؟ حكم سي أمينة. السيد انا يا امينه. وبعد النظر اللي كنا عم نتفضلوا،
ليك في قصص الأم أو الأنثى بشكل عام في قصص عندها بعد نظر أكثر من الرجل. اكيد. نحن أوقات في مثل تشبث بالرأي، يعني أوقات مثلا أنا بحكي على شعيد شخصي، باخد قرار بعرف إنه غلط، تحكيني ندى إنه لا يا بلال هاي لازم نعملها هيك، بتكملك اعترافات خلي بالك هتبقى وشك باين في الكاميرا، ملامح وشك كلها وانت مبسوطه كده. بس بحكي اه بس أنا خلص لأنه أنا أخذت القرار وما بقى ذكوريتي بتسمح لي أرجع عن قراري إلا لا أنا هيك وبعمل اللي بدي إياه، الكبرياء وبرجع بوصل بالآخر إنه لا كان معها حق، بس برجع بعد فترة خبرها بعترف لها كان معك حق بعترف لها. بس في قصص أوقات مثلا تنصحني فيها ما بحسها بموقعها، بس ما برجع بجيب إلا لسبب هي بتحب تحس على طول إنه هي معها حق الأنثى. لا مش مزبوط وفوق المحاسبة كلنا بنخطئ وفوق وكلنا المحاسبة وفوق الستات مزبوط. ما بتحبش تتحاسب. لأنه بالنسبة لي أنا عندي أنا بعرف أنا يعني الراجل اللي بيعترف بغلطه مثلا الراجل لا، عادي، أنا الراجل لا، ما معظم الرجاله بتعترف، انت ما شاء الله عليك بس الستات دايما عندها الحته بتعرفي دي. ليه صار يعترف؟ بتعرفي ليه صار ليه يعترف؟ صار عارف ليه ايه لانه بالاول ما كان ما كانش يعترف. بيعترف. صار يعترف لما انا صرت اعرف انه هو ندم، وصرت اعرف انه وصل لكلامي بس أنا بالنهايه. تعلمت صار عندي خبرة من هالموضوع، صرت أنا أعطيها نصايح بعدين تستفيد منها. يا ما هي بتصير- طبعا كل واحد بحسب بيصير في تفاوت، بيصير في خبرته. مساواة مثلا بالخبرة، بس لا بالأول بالاول اكل كنا- ضروب كتير وما كان يسمع الكلمه. عند انسر ناد بولس ضحكتها من هنا لهنا. لا لحظه، لانه المراه في شغله انه اوقات الرجل هو مثل ما الأسلوب. قلنا ده كله أسلوب الأسلوب. مش بس النصيحة. لا اسلوب مش بس يبقى أسلوب. نفسه اسلوب مش بس الست. اسلوب مش بس اقول لك أسلوب شغله. النصيحة. اول ما يتجوزوا المراه والرجال بضل الرجال عنده انه انا بدي اثبت حالي، وانا عرفت انه انا بعدني رجال وانت مره، بعده ما تعود على الحياه الزوجيه. بفكر انه المراه مثل تابع. العدو له، تابع. اللي هي بتيجي يلا توقف ضده. لا تابع، احنا تابع. لا هقول لك الكلمه صح، تابع. أسلوب يا بنت. بعد يمكن ما بعرف مش بعد عدو، وقت تابع. تابع عدو له لما تابع. بتحكي او تبع المراه ليه فعلا وما هي بيسمع وما هي بيسمع. الست بتبقى تابع او للراجل. يمكن او ان هي مثل ما قلت يا بيحس خيي. ان هي عاوزه تفرض رايها عليه وهو ما مثلاً. بيتقبلش النقطه مثلا دي. بالظبط. او انه هي انه انا معود انه انا الرجال، هلا رجال البيت وإزاي هي يسمع المرأة كلامك. بدها تيجي هي تقول لي انه انا بدي ارد عليها. لا انا بعرف انا هو بيرجع للأسلوب والطريقة. عرفتي للاسلوب. بقى مش الاسلوب 124 مره. الاسلوب. لما انت بتنفعل بتحس انه عندك حق وما عم تاخده، ليه سبري هون بدك تدافع عن حقك باي طريقه. في حاجه اسمها ايه بقى في مصر، بيقول لك اخذ الحق حرفه. عارفه إيه صح. حرفه حرفه. حرفه. ما هي بقى- نيتها ما- طيبة على فكرة، بس الأسلوب. هلا انا بالنسبه لإلي مم. يعطيني اللي بدي اياه وياخذ اللي بده اياه، ما عندي مشكله. الله يا قنوعه شفت قنوعه. ايه اللي انت يعني انا كبندق اتاثرت والله، انا يعني- حكي من التاثر. جاي على حالك. لحظة، أوي، يعني أوي. يعطيني غنج، دلع، ذهب، مال، الماس، سيارات، بيوت. هي لك إنه بلشت. أنا بالظبط. انا بستاهل. عارف تكرهوا عيونك أنا ولا هو كل اللي قلتيهم غنج، دلال، حب، عاطفة، ايموشن، شو ما بدك أنا بس جاي. ايه؟ بس الاسلوب، بس مش الأسلوب. طالب قدامنا غير الاسلوب. هلا انت شايف يعني اسلوب انا طلعت هلا يعني بالبرة بسيطه. يلا لا والله ده الاسلوب عظيم لا صراحه. عسولك ولا ايه طب وكل ده مقابل ايه؟ والله. وجودي في حياته كفايه. لا أنا على صعيد شخصي يعني هي بتعرف ما بعيدة برجع أنا ما ألف الدنيا ما بلاقي مثلها ما صراحة. شاء الله يا ربنا جماعه يبارك لكم. ربنا ربنا يحفظكم يبارك لكم. يعني خجلتني. والله العظيم دي بغض النظر عن الأسلوب. شفت الاسلوب؟ الكلمه شفت بتحب الاسلوب؟ الكلمة الحلوة. خجلتني. ايوه يعني بحب الكلمه الحلوه كلمه، بصي الكلمه الحلوه صدقه زي ما بيقولوا. يا بس يعني الكلام الحلو، شوف بس قال كلمه حلوه في لحظه وشه احمر، وشه. والله العظيم وشه احمر، وفاهمه رجعت طفله. يا هو ده اللي احنا يا جماعه عاوزينه، ان بجد العلاقات ترجع زي ما كانت. زي زمان. بس ختام الحلقه رايكم ايه في المساواه؟ انا ضد المساواه. الراجل مش زي الست ولا الست زي الراجل. بلال او تنصح الناس بايه عشان يبنوا علاقه زوجيه مستقره حلوه؟ اتفاق. يبلشوا الحياة بالاتفاق، يعني مش هنقول انه يعملوا اسس او بنود، اتفاق. يا المساواة مثل ما اتفقنا، دور المرأة كمرأة ودور الرجل كرجل، كرجل شو في اتفاق اثنيناتهم بيعملوا مع بعض. صح. فالمساواة مش موجودة على صعيد مرأة ورجل ايكواليتي. انا معك بالموضوع. عظمه. ندى quality of relation يا انا بنصحهم اول شيء يتجوزوا على عمر ناضج، لانه كمان هذا الشيء بأثر. اكيد.
يعني جوزوا على 20 25 حتى نو بعد اكبر من هيك تيكون عن جد عندهم النضج الكافي تيقدروا. مش شرط يا ندى، بلا في ناس عندها 40 سنه ولسه ما نضجوا. لا بس احنا عم نحكي بالاجمال لانه كمان لانه مع اختلاف العمر العقل بيختلف كمان طبعا، في الخبره بالحياه اكثر طبعا كرمال هيك ما هو كيف بيكونوا عاوزين يحافظوا على العلاقه اكتر. صح، بس المساواه، الراجل زي الست والست زي الراجل بالحقوق المفروض اثنيناتهم يكونوا مثل بعضهم. ايوه بالحقوق اثنيناتهم لازم يكونوا مثل بعضهم. بالواجبات كل واحد بالواجبات اكيد في مطارح المراه هي رح تاخذ واجبات اكثر خاصه اذا الرجل بيشتغل كتير مثل ما قلنا. وبالقوه اكيد الرجل هو اكثر من المراه. انا اكيد انا ما نص يعني انا تشيل النص مش هيك يعني انا اكيد ما بدي اروح اشتغل. وقوه الراجل بدنيه وعقليه كمان، فالراجل متفوق في الحته دي. العقليه لا بختلف معك اكيد لا. خلاص بقى اكيد لا عود عاقل بندق. ميرسي بجد يا جماعه لوجودكم معانا النهارده. ميرسي لكم واتبسطنا واستمتعنا. أيوة ما بيخلص. انا اكتر حاجه عجبتني النهارده الاسلوب الحوار. الاسلوب كان اكتر من رائع. يلا نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. إن شاء الله. ميرسي لكم، نورتونا. ميرسي. ايه رايك بقى في الكلام بتاع النهارده؟ زي ما انا ما قلت، الراجل راجل والست ست، وانا كمان قلت على فكره. يبقى مختلفين. وبعدين نقول احنا اساسا مش جايين هنا نختلف، احنا جايين هنا عشان ايه؟ ان العلاقات ترجع زي زمان. بالظبط كده. بس كده.